حبيبتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد جوج الانواع ديال العواصر ديال الكيوي، كيجيو منعشين رائعين في وقت الصيف، كنحتاجوهم بزاف. خليكم مع مقادير، طريقه تحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. كناخذوا واحد 4 ديال الحبه ديال الكيوي، واحد البنانه تكون كبيره، وواحد الخياره، ونص 4 كاس ديال العصير الليمون، والعسل حسب الذوق، والماء بارد، يكون احسن يكون الماء بارد. صافي دابا كناخذوا الميكسور او الطحانه كهربائيه، كنعدلوا فيها الكيوي مع الخيار، كيجي واحد المذاق فيه رائع. الكيوي مع الخيار كيجي رائع صراحه. وبنانه من احسن اذا كانت تكون جيلاتور حسن، يعني تكون مقلاصيه مزيانه. انا المهم كان عندي عملتها عاديه. غناخد ضروري الليمون في العصير، يعني كيحافظنا على المذاق وكيحافظ حتى على اللون ديال الفواكه اللي كنعدلو. والعسل يعني بغيتي تعمل السكر، بغيتي تعمل العسل اللي كان، يعني انا كنعجبني العصير يكون فيه العسل. والماء بارد، من احسن يكون الماء باردين، يعني من كونجيلاتور باردين. صافي كنطحنوا العصير ديالنا، كيجي منعش رائع حتى كيتطحن مزيان. يعني دابا في وقت الصيف كنحتاجوا لحاجه تكون العواصر تكون يعني فيها الفوائد، وفي نفس الوقت تكون منعشه، يعني كتبرد. صافي دابا ملي طحنت العصير كناخذ الكؤوس ديالي. عندي واحد اللي خديت واحد الكيوي، يكون واحد الكيوي قطعته رقيق، يعني خصو يتقطع رقيق بزاف باش كيقدر يلصقنا في الجوانب ديال الكؤوس، يعني للتزيين فقط، ماشي ضروري. المهم الا بغيتي تزينوا الكؤوس ديالكم ما كيعطيوه، كيجيو على المائده، يعني فيهم واحد الشكل، واحد المنظر رائع. وما خصهم يتقطعوا رقاقين بزاف، يعني الا تقطع لك غليظه ما يبغيش يلصق لك، خصو يكون رقيق باش كيتلصق بسهوله، يعني ما يعذبكمش. صافي ولا كان عندكم لي كلاصون يعني ديال المثلجات كيكون احسن يعني كتكبوا عليهم، كتعدهم في الكؤوس، كبوا عليهم العصير، كيبقى لك العصير محافظ على البروده، كيجيو منعشين. صافي كنكبوا العواصير ديالنا في الكؤوس، كيجي على هذا الشكل هدايا. دابا نقدم معكم العصير الثاني. عندي 3 ديال الحبات ديال الكيوي، عندي حبه ديال البنانه، عندي عصير برتقال، وعندي الليمون طبعا، والعسل على حسب الذوق. هذا ما عملتش فيه الخيار، يعني عملت فيه بنان وكيوي. عملت مع واحد معلقه كبيره ديال العصير ديال الليمون عفوا، وعملت فيه واحد ديك كميه ديال عصير البرتقال، لان دائما العصير كنحتاج نكبو شويش، نطحنو باش كيتطحن مزيان، باش ما يبقاش يطروفا داك الشيء هذاك اللي بغينا نزيدو عليه يعني العصير البرتقال، نزيدو عليه الحاجه السائله اخرى. صافي يعني كنطحنو مزيان. هذا صافي كناخذ عاوتاني نفس الطريقه الكؤوس ديالنا، وكنعمل خديت بنانه وقطعتها رقيقه، يعني حتى هي نفس الطريقه. اذا خديتها قطعتها غليظه شويش راه ما كتبغيش تلتصق، يعني كاين بعض الطروفه جاوني غلاط شويش، يعني ما كيلصقوش يلتصقوا، خصهم يكونوا رقاقين. صافي نفس الطريقه كنكبوا العصير ديالنا، ولا كان عاوتاني لي كلاصون عاوتاني كيجي عاوتاني حتى هو منعش ورائع. كنتمنى تجربوه ان شاء الله ونالوا الاعجاب ديالكم وتشجعونا، تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب. ها هو الشكل النهائي للعصير ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا. تقدموا يكون عندكم شي مناسبه، ولا يعني لوليداتكم علاش لا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. فيديو اخر ان شاء الله.